الفل على عيونكم ومساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض صوابع زينب بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة جدا. مش هنستخدم أي حاجة مكلفة ولا بيض ولا أي حاجة. شايفين؟ عايزة أقول لكم القرمشة خطيرة واللون ذهبي فظيع واللمعة بتاعة الشربات. هقولك على كل أسرار الوصفة. شايفين منظرها حلو ازاي؟ لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وتدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد. فاضل ايام على الشهر الكريم، تقدري تحتفظي بالوصفه دي بقى ليكي. تقدري تعمليها في سحور سهله وسريعه ولذيذه وتقدميها كمان لضيوفك في العزومات. يلا بينا نعمل صوابع زينب القمر دي ونشوف الطريقه ازاي. او بس قبل ما نبدا نعمل الوصفه دي تعالى اوريكم شكلها عن قرب. وشايفين نقشه واضحه جدا ما راحتش مننا. هقولك على السر اللي يخلي النقشه واضحه وجميله، ولو اول مره تعمليها هتنجح معاكي من اول مره. شايفين شكلها حلو ازاي؟ يلا بينا على الطريقة وهنشوف عملنا أحلى صوابع زينب ازاي. أول حاجة هعملها معايا المكونات بتاعتي. هجهز الشربات بتاعي. طبعا احنا عارفين ان شربات الحلويات الشرقي بيبقى شربات تقيل، وانا بحب افضل اعمل شربات تقيل للحلويات الشرقي. هستخدم كوبايتين من السكر، هحط عليهم كوباية من المية. عايزة اقول لكم ان المقدار اللي هعمله النهاردة ممكن كمان يتبقى مني شربات لو انتي يعني ما عملتيش كتير. هاخد بقى على كوبايتين سكر كوباية من المية، يا عصير نص ليمونة، يا هستخدم ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. انا بفضل في الحلويات الشرقية ملح الليمون اكتر من الليمونة، لكن لو انت عايزة تستخدمي الليمونة مفيش اي مشكلة خالص. ده هيخليكي تتفادي فكرة ان الشربات يسكر معاكي. معايا ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. انا بستخدم من الفانيليا البودر، لو حابة تستخدمي الفانيليا السايلة مفيش اي مشكلة خالص. استخدمي النوع اللي انت حباه. ممكن تستخدمي المنكهات اللي انت عايزاها، ممكن تحطي عود قرفة، ممكن تحطي قشرة برتقال زي ما انت عايزة. بس انا بفضل طعم الفانيليا بيطلع حلو جدا. وهاخد معلقة من عسل الكلوكوز. مهم قوي معلقة عسل الكلوكوز في بلح الشام او صوابع زينب او الزلابية. ليه؟ عشان هي دي اللي بتدينا اللمعة الحلوة اللي انت شفتيها في اول الفيديو. طريقة الشربات: بحط الشربات على نار عالية. اول ما يبدأ يغلي معانا هبدأ اوطي النار واسيبه حوالي 10 دقايق، وبعد كده هسيبه يبرد تماما. شايفين قد ايه تقيل ده كده وهو لسه سخن؟ لسه كمان لما يبرد كمان هيتقل اكتر من كده. هنبدأ بقى نجهز في عجينة صوابع زينب. معايا هنا بقى كوبايتين من الدقيق. مهم ان انا استخدم دقيق يكون نوعه كويس. ممكن ننخل الدقيق في الاول قبل ما نستخدمه. معايا نص كوباية من سميد البسبوسة، مش متضاف عليه اي حاجة خالص، بتجيبوه من عند العطار. هضيف بقى هنا ايه؟ معلقة صغيرة من السكر ورشة من الملح. ممكن في الخطوة اللي احنا فيها دي تضيفي ربع معلقة صغيرة من الخميرة لو انتي سريعة جدا في الشغل في صوابع زينب. انا هعملها للمبتدئين اللي هم يعني بيبقوا بطيئين شوية صغيرين في التشكيل. مش هستخدم خميرة خالص، واستخدمت كيس من الفانيليا او ممكن تستخدمي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا الخام. معايا هنا 4 معالق كبار من الزيت ونص كوباية من المية. هحط ممكن تستخدموا زيت على سمنة لو حابين، ولكن هي بتطلع بالزيت حلوة قوي ومقرمشة. لو انت بتحبيها مقرمشة هتستخدمي زيت، بس لو انت عايزاها طرية شوية صغننين ممكن تستخدمي زيت على سمنة. هبدأ بقى أدعك الدقيق والسميد بالزيت لحد ما يبقى عامل زي حبيبات الرمل المبلول كده. وبعد كده هبدأ ألم العجينة بنص كوباية من المية. العجينة بتاعتنا ما بتبقاش طرية، بتحسي ان العجينة بتلم معاكي ولكن هي ناشفة. هوريكم قوام العجينة بتلم معاكي على طول. خطوة ان احنا استغنينا عن الخميرة هتخلي التشكيل بتاعك ما بيتغيرش او مقاسها ما بيكبرش. لو انت بطيئة شوية في التشكيل حبيت اعملها بالطريقة دي ومش هتأثر خالص على الطعم. هو فايدة ان الخميرة ان هي بتخليها تنفش شوية صغيرين اول ما بنحطها في الزيت. لكن لو انت هتستخدميها من غير خميرة زي ما انا عاملة دلوقتي، هتلاقي الحجم او المقاس اللي انت عاملاه هو نفس الحجم او المقاس اللي انت هتقليه وهيطلع من الزيت. شايفين العجينة طرية ازاي؟ هبدأ اقسم العجينة نصين. هبدأ اخد النص الاولاني وابدأ الفه بايدي كده واعمله رول كده طويل زي ما انتم شايفين كده عشان اقدر اقطعها مقاسات
متساوية. احنا عايزين مقاس صوابع زينب تكون صغننة شوية صغيرين زي ما انتم شايفين كده، وبقطعها تقطعيها بالسكينة او قطعة البيتزا عشان كلها تطلع كلها مقاس واحد وطول واحد. هبدأ بقى اخد واحدة واحدة منهم وابدأ الفها بين ايديا كده، وزي ما انتم شايفين بطري العجينة شوية صغيرين. طبعا احنا مش حاطين خميرة، فاحنا على طول هنشتغل فيها مباشرة، وحتى لو انت حاطة خميرة برضو هتشتغلي فيها مباشرة، هي ما بتحتاجش تخمر اصلا، يا دوبك الكمية اللي انت هتشكليها على طول تقليها. لو انت حاطة خميرة هتشكلي كمية صغيرة في الاول تقليها، وبعد كده ترجعي تشكلي بقية الكمية عشان شكلها ما يتغيرش معاكي. بما اننا النهاردة مش حاطين خميرة فهنشتغل فيها على طول ونشكل الكمية كلها على بعض. طريقة التشكيل مفيش أبسط من كده. أنا جبت بصامة الكعك زي ما انتم شايفين كده، وفردت العجينة عليها وبدأت ألفها. في أكتر من طريقة تقدري تعملي بيها الشكل بتاع صوابع زينب. ممكن تجيبي المصفى، لو عندك مصفى كبيرة شوية اللي بنصفي بيها الطماطم بيبقى فيها نفس التضليعة بتاعة البصامة. ممكن تجيبي هتجيبي المبشرة بتاعة البصل، الجزء اللي هو الضيق بتاع اللي احنا بنبشر فيه البصل، وتبداي برضو تشكلي عليه هيديكي شكل حلو جدا. ممكن تجيبي المقصوصة اللي احنا بنطلع بيها البطاطس من الزيت، وتبداي تعملي على الشكل بتاع المقصوصة دي، هيديكي شكل ايه مزجزج كده، خطوط 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 زي ما انت حابة والمتوفر عندك وامكانياتك تقدري تشكلي. شايفين طريقة التشكيل مفيش ابسط من كده. انا بضغط على العجينة شوية صغيرين على البصامة وابدأ ازق بايدي حاجة بسيطة، بس حاجة بسيطة خالص هتلاقيها بدأت تلف معاكي. تقدري بقى تقفلي الظهر بتاعها وهيديكي الشكل حلو جدا. ما تتكيش عليها جامد قوي على البصامة عشان ما تبقاش بتطلع معاكي بصعوبة والشكل يبوظ معاكي. ودي الكمية بتاعتي كلها عملتها. شايفين الشكل حلو قوي ورسمة جميلة جدا. يلا بينا بقى نقلي الكمية بتاعتنا. هجهز بقى زيت غزير على درجة حرارة عالية في الأول. مهم قوي ان درجة الحرارة تكون عالية. انا قلت اجرب واحدة كده اشوف درجة الحرارة بدأت تعلى معانا، حسيت انه لا لسه شوية صغيرين. استنيت لحد ما الحرارة سخنت معانا وبدأت انزل بكل الكمية بتاعتي. زي ما انتم شايفين الكمية دي انا لسه نازلة بيها مباشرة اول ما لقيت الزيت بقى سخن. واسفة جدا ان الجزء ده ما تصورش معايا في الكاميرا. زي ما انتم شايفين كده هبدأ انزلها على درجة حرارة عالية في الاول، ومش هقلبها خالص. يا دوبك انا بحرك الطاسه، لكن انا ما بلمسش خالص صوابع زينب عشان الشكل ما يغيرش معايا وما تفتحش مني جامد. لاحظوا ان احنا مش حاطين فيها خميره فهي مش هتنفش معانا جامد قوي. لو انت حاطه فيها خميره هتلاقي المقاس بتاع صوابع زينب كبر معانا شويه صغير. وانت ليكي الاختيار، يا تضيفي الاضافه بتاعه الخميره دي ربع معلقه صغيره، يا تعمليها من غير خميره وهتلاقي نفسك بتنجزيها بسرعه وطعمها حلو جدا ومفيش اي اختلاف خالص، وشكلها هتطلع حلو والنقشه بتاعتنا هتطلع واضحه. انا حبيت اطلع لكم كده بعد ما فات 5 دقايق وبدات تتماسك معانا العجينه، اقدر بعد كده ان انا استخدم المقصوصه بتاعتنا واطلع شويه. هنا بدات تخش في التسويه واللون الذهبي. اهم حاجه ما اسيبش النار خالص وافضل اقلب فيها عشان كلها تاخد لون حلو وموحد. هو ده اللون اللي انا عايزاه، اللون الاشقر الغامق. هبدا اطلعها زي ما انتم شايفين من الزيت واصفيها كويس قوي وانزلها في الشربات البارد. هي طبعا لما بتنزل في الشربات لونها بيغمق شويه صغيرين عن الدرجه اللي احنا مطلعين عليها. تعالى اوريكم شكلها حلو ازاي في الشربات. تعالى اوريكم الدرجه بتاعتها. شايفين اللون غمق معانا ازاي؟ هي بتغمق درجة أو درجتين بعد ما بنحطها في الشربات. طبعا بنسيبها حوالي 10 دقايق في الشربات تشرب معانا الشربات التقيل. طيب أنا طبعا قلت دفعة واحدة معاكم عشان ما اضيعش وقتكم. لو انتي بقى لسه ما خلصتيش كل الكمية بتاعتك، لما تيجي تقلي تاني مرة لازم تستني تطفي النار وتستني الزيت يهدى شوية صغيرين عشان ما تتحرقش معاكي، وتبدأي تنزلي الدفعة التانية برضو على نار عالية. وبعد كده بتوطي النار شوية صغيرين بعد ما تبدأ تتشمع معانا وتبدأ تخش في التسوية. وهبدأ طبعا أقلبها تقليب مستمر. شايفين شكلها حلو ازاي؟ تقدري بقى تقدميها تنفع معاكي في سفرة رمضان. أحلى صوابع زينب سهلة وسريعة وجميلة جدا ولونها دهبي قمر قوي زي ما انتم شايفين. شكلها حلو قوي. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق قمر زيكم. وكل الناس اللي جربت الوصفة دي اكتبوا لي بقى ان انا
مشاكلكم اتحلت في صوابع زينب. دي وصفة سهلة وسريعة جدا وما بتاخدش مننا وقت خالص، واحلى حاجة فيها ان هي ما فيهاش بيض ولا فيها مكونات مكلفة. يا دوبك هو شوية دقيق وسميد وحبة زيت ومية، تعملي أحلى صوابع زينب مع أحلى شربات تقيل. شايفين اللمعة بتاعت الشربات دي بسبب معلقة العسل الكلوكوز. وطبعا الشربات عمره ما هيسكر معاكم عشان احنا مستخدمين ملح الليمون. وحتى لو مستخدمة عصير نص ليمونة، أهم حاجة إن الشربات يعقد على النار، هتلاقي الشربات جميل جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني في وصفات أخرى. باي باي.